برحب بيكم أصدقاء مملكة الشيف مها على اليوتيوب في فيديو جديد. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك. ربنا يا رب العالمين كده يجعله شهر كريم وسعيد ومبارك عليا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين يا رب، وربنا ما يجيبش لاي حد فينا حاجه وحشه. اهم حاجه طبعا في وجبه السحور ايه يا حبايبي؟ برافو، انا سامعه واحده بتقول ايه؟ طبق الفول السخن كده الجميل التحفه. اساسي عندي في حياتي عموما ان انا ادمس الفول في البيت. يعني انا بجد ما بحبش الفول اجيبه من بره، ولو جبته من بره ببقى مضطره. فالعادي والطبيعي ان على طول ما شاء الله عندي قدرة الفول، وادمس الفول يقعد عندي بالخمس ست ايام اسبوع على حسب، واعمل قدرة تانية وهكذا. فانا قلت ان لازم اول يوم سحور نعمل مع بعض ان شاء الله الفول المدمس. عندنا يا جماعه اولا الهلال الجميل دوت، يعني شكله رائع ما شاء الله، والفانوس بيقول وحوي يا وحوي، حاجه جميله قوي ما شاء الله تحفه. طيب نبدأ نتعرف على مكونات الفول المدمس بتاعنا النهارده. انا عندي يا جماعه نص كيلو فول مدمس. هتقولوا كل ده نص كيلو؟ اه والله كل ده نص كيلو ما شاء الله. انا نقعته في الميه السخنه حوالي 6 ساعات. يعني من اول ما جيت كده من الشغل قمت نقعاه وسبته بقى، وعملت ايه شغل البيت عندي. فما شاء الله شوفوا الفوله كبرت وفشرت كده وحاجه، يعني ما شاء الله جميله ويعني طريت، يعني طريت وحجمها كبر. وعندي كمان حوالي نص كوبايه فول مدشوش. الفول المدشوش لما نقعته برضو في ميه سخنه كبر كده بالحجم ده، يعني بقى حوالي كوبايه كبيره اهي مليانه فول مدشوش. ومعايا جزرايه كبيره مبشوره، جزرايه مبشوره. ومعايا كمان يا حبايبي حوالي 4 معالق عدس اصفر، برضو غسلتهم ونقعتهم شويه في الميه فبقوا بالحجم ده. طيب كده وبس؟ لا طبعا، معايا بقى الحاجة الجميلة جدا اللي بحطها على الفول ما شاء الله وبتخليه ما ياخدش سوى 4 ساعات على بعض. ايه هي؟ نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة بابريكا. دي اللي بتخلي الفول لونه احمر كهرمان كده تحفة. خلاص. وحاجة كمان معايا طماطمية ثمرة طماطم كده كبيرة بحطها على وش الفول. نبدأ كده مع بعض ونشوف يا حبايبي هنعمل ايه. هجيب قدرة الفول اهو بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني دي قدرة كبيرة يا جماعة، قدرة ألمونيوم. وفي ناس بقى بتعمل الفول في الحلة وكده، بس انا عن نفسي ما بحبش اعمل الفول في الحلة، لاني لازم بق الحاجة اللي بيتعمل فيها الفول، يعني الفتحة الفوهة بتاعتها تكون اضيق ما يمكن. ليه؟ لان يعني ممكن يعني فاهمين، ممكن مع الوقت وش الفول ده يسود. لما تبقى الحله كبيره بقى يبقى السطح كله معرض لايه؟ للهواء، او انت لو فتحت عليه هيتعرض للهواء، فممكن ايه الوش يغمق. ولازم الفول يبقى مكمور، يعني يبقى اللي باين منه حاجه صغيره ضيقه. عشان كده اخترعوا الفواله، والا ما كانوش اخترعوا الفواله، كانوا عملنا الفول في الحله. وانت بتشوفي طبعا كل المطاعم وعربيه الفول وكده كلهم بتبقى القدره كبيره قد كده والفوهه بتاعتها قد كده. يعني كانوا عملوه في الحله، لان انا شفت كذا فيديو بيعملوا الفول في الحله. فانا بصراحه مش حابه خالص موضوع الحله. انا بحب الفواله الجميله اللذيذه بتاعتي دي زي الفل اهي. بقالها سنين عندي يا جماعه، يعني دي كده مش جديده، دي بقالها سنين عندي. لكن انا بحافظ على الحاجه وبجيب الحاجه اللي نوعها نظيف اللي تقعد معايا سنين طويله. طيب بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نبدا نحط كده جزء من الفول، بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا نصه، وبعد كده احط حبه العدس بتوعي اهم. تمام. احط حبه الجزر برضو، حبه الجزر المبشورين، جزرايه كبيره او جزرتين صغيرين بشرناهم.
بيدي بقى يعني طعم كده مسكر وجميل للفول. ماشي. طيب ايه تاني؟ نحط بقى الفول المدشوش بتاعنا برضو اهو بالتدريج لحد ما احط الكميه كلها. ما شاء الله. طيب حبه بقى البابريكا والبيكنج باودر على طول. خلصنا كل المكونات كده تمام. نحط بقى ايه باقي كميه الفول، وبقدر الامكان يا جماعه القدره يعني تبقى كبيره على اساس يعني تاخد ايه كميه الحاجات اللي احنا حطيناها دي، ولما تستوي وتكبر معانا يبقى يا دوبك ايه المساحه، ايه المساحه يا دوبك يعني كده، يا دوبك ايه نص القدره. يعني دول كلهم لما حطيتهم اخدوا حوالي نص اهو، يعني هنا كده حوالي نص القدره. طيب اقفل عليها كده واقلبهم بقى كويس كده قبل ما احط اي سوائل، وفي نفس الوقت مشغله الكاتل بتاعي على الميه عشان تبقى ميه سخنه بتغلي. لو بصيتي جوه هتلاقي ايه الخليط اللي انا حطيته ده بقى متجانس جدا. احلى حاجه كل حاجه انت بتعمليها في البيت، يعني حتى لو حاجات بتعمليها بمكونات بسيطه بس بتبقي بتاكلي الحاجه وانت مبسوطه وانت مطمنه، مش قلقانه ان الحاجه تكون مش حلوه او يعني كده يعني مش مظبوطه. فعمايل ايديكي مفيش احسن منها. طيب دلوقتي الميه غلت اهي في الكتل ما شاء الله. ابدا ايه على طول احط الميه السخنه اللي بتغلي على الخليط بتاعنا. الساعه دلوقتي يا جماعه حوالي 9 بالليل. يعني هتقولي 9 وازاي يعني هتاكلي الفول ده على السحور؟ انا بقول لكم 4 ساعات بالظبط وهيبقى الفول ده زي الزبده. وفي مكون تاني هنحطه بس في اخر بقى ايه الوصفه لما الفول بقى بتاعنا يستوي خالص. تمام. انا حطيت الميه بس ما مليتهوش على الاخر، يعني سبت جزء بس كده عشان لما يغلي الفول بيطلع لفوق. هنحطه كده واما ياخد الغلوه هوريكم الفول هو ايه طالع لفوق. شايفين يا جماعه؟ شايفين الميه بتاعه الفول بدات تغلي وتطلع لفوق. اول بقى كده ما خلاص الفول غلى هقلبه كده تقليبه حلوه. شوفوا لون الميه. هقلبه كده تقليبه كويسه واحط له الطماطمايه بتاعتي. طماطمايه اهي سليمه زي ما هي احطها كده. تمام. واوطي بقى ايه اطفي العين الكبيره واحطها على العين الصغيره. اغطي الفول كده. وانا بقى عشان يعني اكمر الفول اكمره يعني فاهمين ما يبقاش في اي منفذ للهواء او ان الميه اللي جوه دي تخلص. فانا بعمل ايه؟ بجيب قماشه على قطن زي قماشه الفوط، هي قماشه مطبخ نظيفه زي الفل. والغطا بعد ما بغطي القدره بقوم ايه عاملاها كده وحاطه لها يعني بوله مثلا استانلس زي دي، اقوم حطاها كده. فاحس بقى كده ايه ان الفول اللي جوه اتكمر عشان ما افضلش ازود له ميه. واقوم شايلاه وحطاه على العين الصغيره بعد ما اوطي عليها. اصغر عين عندك وتوطيها بقدر الامكان، يعني تبقى يا دوبك زي شمعه بسيطه كده خالص. او لو العين عاليه سنه مثلا مش قادره تتحكمي فيها بتحطي الصاجه اللي احنا بنحطها ايه في تسويه الرز. وبتسيبي بقى الفول كده يعني مش اقل من ساعتين على ما تبداي تكشفي عليه، لانك لو كشفتي عليه الفوله بتجرمز او تكرمش او ما تستويش كويس. تمام. اللهم صل عليك يا نبي. زائد بقى حاجه تانية مهمه جدا يا جماعه، ما تحطيش ابدا نهائي ميه ساقعه على الفول وهو بيستوي. يعني لو انت مثلا حسيتي ان كميه الميه دي قلت وعايزه تزوديه على طول بتغلي ميه وتزوديه ميه مغليه. ما تديش فرصه للفول وهو بيستوي انه يبرد ويرجع يتسخن تاني او يغلي تاني. دي حاجه ايه مش حلوه في تسويه الفول. هنسيب بقى الفول كده وارجع لكم بعد ما يستوي
واقول لكم على اخر خطوه هنعملها ايه. ودلوقتي فات حوالي 4 ساعات لما حطينا الفول، وما شاء الله يعني هو استوى قبل ال4 ساعات، لان احنا كشفنا عليه من شويه وزودته ميه سخنه بتغلي، وما شاء الله كان زبده لدرجه يعني ابني قام غارف له طبق كده وقعد ياكل وقال لي بصراحه تحفه ما شاء الله. فنفتح كده مع بعض. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اخر تكه بقى يا جماعه في الفول ايه هي بقى؟ جبت معلقه نشا، معلقه صغيره نشا، واحط عليها شويه ميه صغيرين ساقعين طبعا، لان انتوا عارفين النشا ما بتدوبش في ميه سخنه، بتكلكع في الميه السخنه. ادوب شويه النشا دول كويس جدا كده بالطريقه دي. بس واقوم مزوداهم ومقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هيديكي قوام في منتهى الجمال. بس كده اطفي عليه بقى وابدا اغرف. اديله ثانيه بس كده على ما يغلي مع النشا، واقوم طافيه عليه على طول. خلاص كده تمام 100 100. انا هغرف بقى يا جماعه طبقين فول. هتقولي لي طبقين ليه؟ علشان طبق هعمله بزيت الزيتون وطبق هعمله بالسمنه البلدي. اللي انتوا بقى ما تعرفوش ان انا حطيت الفول على النار وقلت انا لازم اتسحر فول بالسمنه البلدي. قمت رايحه الفريزر وجايبه كام قالب كده قوارب كده، انا بشيل الزبده ما شاء الله قوارب كده في الفريزر. جبت قلبين كده كبار وقمت مسيحاهم، فعملوا لي شويه بقى سمنه بلدي مش قادره اقول لكم على جمالهم تحفه. وطبعا خدت منها المرطه اللي دلوقتي هنسفها نسف مع الفول. يعني السحور بتاعنا النهارده فول وزوايه ومرطه. ما شاء الله الفول يا جماعه في منتهى الجمال، وحاجه كده زبده زبده. بسم الله ما شاء الله. تعالوا معايا بقى كده نظبط بقى ايه طبقين الفول دول مع بعض. معانا بقى دلوقتي طبقين الفول اللي احنا غرفناهم. اول طبق هنحط عليه طبعا ايه، بسم الله ما شاء الله، السمنه البلدي. بصوا يا حبايبي سايحه لاني لسه عاملاها حتى سخنه في ايدي اهي، لسه مسيحاها حالا. ريحتها بسم الله ما شاء الله مش قادره اقول لكم جمالها. الله الله على الفول بالسمنه البلدي تحفه. طيب سمنه بلدي بس؟ لا، هحط عليه كمان شويه طماطم. انا مقطعه كده طماطميه، هحط حبه هنا وحبه هنا. تمام. وطبعا الملح. بس كده، هو مش محتاج اكتر من كده. حبه ملح وسمنه بلدي وطماطميه كده صغيره. ده يتاكل حاف يعني ما شاء الله من جماله بجد، يتاكل حاف. طيب ادي اول طبق معانا اهو. تاني طبق الفول بزيت الزيتون او اي طبعا نوع زيت عندك، يعني مش شرط زيت زيتون لان زيت الزيتون ده غالي جدا. فاي نوع زيت عندك، زيت عباد الشمس او زيت ذره، بس هو يفضل زيت الزيتون. حطينا شويه زيت زيتون. نحط بقى نص الطماطميه كمان اهي. بسم الله ما شاء الله. هو اصلا كان عليه طماطميه وهو محمر اصلا يعني، فمش محتاج احط ايه تاني عليه يا حبايبي. الليمون ما شاء الله. اعصر عليه كده نص ليمونه. طيب شويه الملح، شويه كمون، واخر تكه بقى اللي هي ايه الطحينه. حبه طحينه، بس الطحينه جامده شويه فانا بخففها بنقطه ميه سخنه من الكتل.
اهي نقطة مية ايه، ما تكتريش قوي يعني، حاجة بسيطة بحيث ايه تسيحها بس شوية. اهي اقلبها كويس قوي في المية. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تفتح النفس يا حبايبي. يا ريت تعملوا الفول بالطريقة دي وتدعولي. تاكلوا اللي تاكلوه والباقي تكيسيه في اكياس كده في الفريزر، وقت ما تحتاجيه تطلعيه بسهولة يبقى جاهز. اهو حبة الطحينة، اقلب بقى يا جمال طبق الفول. اللي عايز بالسمنة ياكل واللي عايز بالزيت ياكل، ولا المرتة. يعني روما بنتي دقتها قبل الفيديو تقولي بصراحة جامدة. شوفوا لونها، لون المرتة ذهبي، اللون ده المثالي، لا هي غامقة قوي ولا فاتحة قوي، وحدقها مظبوط، وحاجة بصراحة بسم الله ما شاء الله 10/10. طيب كده وبس ولا ايه النظام؟ لا ده انا اصب الشاي بقى عشان انا خلاص ما عدتش قادرة استنى. بسم الله ما شاء الله. انا بقى يا جماعه بحب الفول مهروس بالشوكه. يعني انا عندي في البيت في بيحبوا الفول مهروس بالشوكه زيي، وفي بيحبوا الفول سليم. فانا ده اللي يخصني الفول بالسمنه البلدي، فانا اعمله كده بالشوكه. وفي ناس بتعمل الفول بالخلاط، بس انا ما بحبش خالص الموضوع ده. يعني يبقى كده نص هرسه كده، نص هرسه كده، فاهمين؟ يبقى تحفه ما شاء الله. واهم حاجه كده اديله تاتشات كده جميله. وده برضو نفس الحكايه، ظبطه بس خلاص. نبدا نقول بسم الله. اتفضلوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 بجد. ندوق المرته بقى بالمره عشان المرته ما تزعلش. ما تنسوش يا جماعه لو عجبكم الفيديو ده لايك، كومنتات، واللي ما اشتركش في القناه يلا بسرعه اشتركوا في القناه. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.